السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا شباب وأخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. شد الحزام، الرحلة ابتدت. هنتكلم النهارده عن التسويف. كم مرة قلت هعمل حاجة بكرة وبكرة يجي وما تعملهاش، اللي بعده يجي وما تعملهاش، بكرة عمره ما بيجي. التسويف مش بس بيأخرك، التسويف بيضيع عنك فرص عمرك ما هتوصل لها ولا هتلحقها. طيب إيه هو التسويف؟ خلينا نتحرك مع بعض في رحلة جديدة نفهم منها إيه التسويف وإيه أسبابه وإزاي نتخلص منه. التسويف هو تأجيل أي عمل مهم لبعدين، غالبا بنبقى إحنا مش في المود أو بنحس ان هو صعب شويه. زي مثلا طالب في المدرسه يكون عنده واجب مثلا فيقول لك انا هعمله بالليل، يجي بالليل ما يعملوش فيأجله لبكره، يجي يروح المدرسه طبعا ما عملش الواجب، فده اسمه تسويف. طبعا التسويف مش محتاج شرح، هو كده كده في الاول في الاخر هو التأجيل بصفه عامه. طيب خلينا نعرف ايه اسباب التسويف او ايه اللي بيخلينا نأجل الحاجات. اول نقطه الخوف من الفشل، دايما بتخاف ان انت تتعب وتبذل مجهود على الفاضي وحاطط جواك ان انت هتفشل، فليه تتعب نفسك وتتعب روحك وما تعملش حاجه. النقطه الثانيه الكمال الزائد، حاطط جواك ان انت لازم كل حاجه عندك تبقى كامله عشان خاطر تقدر تعمل او تنفذ. النقطه الثالثه مفيش حافز، مفيش حاجه بتخليك تتحرك كده ناحيه الحاجه اللي انت عايزها وتبقى من جواك متحمس ليها. رابع نقطه التشتت، السوشيال ميديا والتليفون والافكار الغير محدده واي حاجه بتبعدك عن اللي انت محتاجه وعايزه، ده اسمه تشتت. فالتشتت من اسباب التسويف والتاجيل. كده احنا عرفنا اسباب التسويف، خلينا نشوف بقى هو بيعمل معانا ايه وبيأثر علينا ازاي. اول حاجه بنراكم كل المهمات اللي علينا لحد ما نوصل لحد الاحباط. الحاجه الثانيه ضياع فرص او حاجات مهمه او نجاحات مهمه كان نفسنا نوصل لها وما وصلناهاش، سواء في شغل او في دراسه او في علاقات. ثالث حاجه الشعور الدائم بالذنب والتوتر، انك تحس انك على طول مش احسن حالاتك، بتأنب نفسك، دايما متوتر. تعالى بقى هاخدك معايا واحكي لك مواقف فعليه لناس بتحب تأجل كل حاجه وازاي ناخد منها حاجه تخلينا نبعد عن التسويف. واحد مثلا عنده تقرير المفروض يقدمه لمديره، فبيفضل يأجل لحد ما يجي لاخر لحظه فيروح جاي بسرعه كده عامل الشغل من غير كواليتي، ما كاتب اي حاجه، بيقدم الشغل باي شكل عشان مضطر ان هو يوديه لمدير. موقف تاني مثلا المفروض تقدم لابنها في شهر معين من السنه، فتفضل تقول لك هقدم بعدين، طب لسه معانا وقت شويه كده، فتيجي تروح عشان تقدم الورقه فتبص تلاقي ان الوقت فاتها، فهنا تعرف ان في مشكله بسبب التأجيل. طيب المواقف ديت اكيد شفناها وعارفينها وممكن احنا كمان بنعملها. ازاي بقى نغير فكره التسويف او التأجيل جوانا؟ تاني اول حاجه تبدا بيها، ابدا بخطوه صغيره. ايه المهم تبدا؟ دايما بتكلم في النقطه دي، ابدا باي حاجه هتغير عندك عادات سلبيه كتير جدا حتى لو بدقيقه واحده في اليوم. رقم 2 لو شايف الحاجه اللي انت هتعملها كبيره وضخمه عليك، قسمها لنقط صغيره. لما تبدا حاجه صغيره في حاجه صغيره هتبص تلاقي الحاجه الكبيره ديت بقت بسيطه بالنسبه لك. رقم 3 استخدم قاعده الخمس دقائق. لو شايف ان الحاجه اللي انت هتعملها هتاخد منك 5 دقائق بالظبط، اعملها فورا. لو اكتر من 5 دقائق قسمها زي ما قلنا في النقطه اللي قبل كده. النقطه دايما اللي مشتركه معانا في معظم الصفات، كافئ نفسك. لو حققت حاجه حتى لو كانت بسيطه اعمل لنفسك حاجه كويسه، اخرج، شم هوا، اتفسح، هيص، ارقص، اعمل اللي انت عايزه، بس كافئ نفسك على النقطه دي. في النهايه التسويف دايما بيخليك تاخد خطوات لورا، عمره ما بيقدمك لقدام. ابدا النهارده حتى لو كانت حاجه بسيطه، عشان صدقني الخطوه البسيطه دي ممكن تفرق معاك في حياتك كلها، لانها ممكن تكون الفرق ما بين حياه كامله بالفرص او حياه كامله بالندم. فك الحزام، الرحله لسه مكمله. لحد هنا خلصنا الحلقه بتاعتنا، اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوك كل حاجه جديده بنعملها. سلام.